أنا أحمد، واللي حصل معايا ده مستحيل أنساه طول عمري. كل ما أقفل عينيا أشوفه قدامي، كل ما أبص في المراية ألاقيه بيبص لي. مش عارف أنا بحكي لكم دلوقتي ليه، هل عشان أحذركم ولا عشان أحاول أفهم أنا نفسي إيه اللي حصل؟ كل حاجة بدأت من أسبوعين بالظبط. كنت راجع من الشغل متأخر، الساعة كانت حوالي 11 بالليل. الدنيا ضلمة والشوارع فاضية، الجو كان تقيل، مش عارف أوصفه إزاي. كنت حاسس إن في حاجة غلط، بس مش فاهم في إيه. وانا ماشي في الشارع قبل ما اوصل البيت حسيت بخطوات ورايا. وقفت، الخطوات وقفت. مشيت تاني، الخطوات رجعت. لفيت بسرعة ما لقيتش حد. الشارع كان فاضي تماما، بس الإحساس حاسس زي ما يكون حد واقف جنبي بيتنفس جنب ودني. جريت عبيت ودخلت بسرعة، قفلت الباب كويس. فضلت واقف بظهري ورا الباب لحد ما خدت نفسي. أمي سمعت صوت الباب وقالت لي: أنت جيت يا أحمد؟ قلت لها: أيوة يا ماما، عايزة حاجة؟ قالت لي: لا يا حبيبي، بطمن عليك. طيب، تصبح على خير. امي ست كبيره في السن، عايشين انا وهي لوحدنا بعد ما ابويا توفى من سنتين. دخلت اوضتي وقفلت الباب، قعدت في السرير احاول اهدي نفسي. بصيت على المرايه اللي قدامي ولقيت حد واقف ورايا. قلبي كان هيقف. لفيت بسرعه، مفيش حد. بصيت تاني على المرايه، كان لسه واقف راجل لابس هدوم زيي بالظبط، بس وشه زي ما يكون عليه ضباب، مش واضح، عامل زي الظل. صرخت وقفلت عينيا. لما فتحتها تاني الصورة راحت. ما حاولتش انام الليلة دي خالص. فضلت قاعد على السرير لحد الفجر وعينيا على المراية. غطيتها بملاية والصبح رحت الشغل، بس ما كنتش مركز. زمايلي لاحظوا بس محدش سأل. بالليل رجعت البيت بدري شوية، الساعة كانت حوالي 9. أمي كانت قاعدة في الصالة بتقرأ قرآن. قالت لي: يا أحمد، أنت شكلك تعبان، في حاجة ولا إيه؟ لا يا ماما، أنا كويس. طيب يا حبيبي. دخلت أوضتي ولقيت الملاية اللي حطيتها على المراية وقع على الأرض. والمراية كانت نظيفة جدا، بتلمع زي ما تكون حد لسه مسحها، مع إني ما نضفتهاش. سألت ماما، قالت لي إن هي ما قربتش من أوضتي أصلا. فجأة بدأت أحس بسخونة في جسمي كله. قربت من المراية ببطء، بصيت فيها. كان واقف واحد جنبي، مش ورايا المرة دي، كان جنبي بيبص عليا من جوه المراية. صوتي طلع بالعافية: انت انت مين؟ انت مين؟ ابتسم ابتسامة مش طبيعية. بقه اتفتح أوسع من الطبيعي. أسنانه مكانتش طبيعية، ما كانتش أسنان بني آدمين. جريت على الباب وطلعت من الأوضة. أمي شافتني وقامت مفزوعة: مالك يا أحمد؟ مالك يا حبيبي؟ قلت لها: مفيش حاجة، مفيش حاجة يا ماما. فجأة سكتت وقالت لي بعديها: انت شفت حاجة؟ بصيت لها، عينيها كانت مرعوبة. قلت لها: في ايه يا ماما؟ انت عارفة حاجة؟ سكتت اللحظة وبعدين قالت بصوت واطي: القرين. امي قعدت قدامي ومسكت ايديا: يا حبيبي، ابوك قبل ما يتوفى كان شايف نفس الحاجة. قلت لها: ايه؟ القرين ده الشيطان اللي اتخلق معاك. كل واحد فينا ليه قرين، بس في ناس بيقدروا يشوفوه وناس لأ. قلت لها: طب وابويا؟ ابوك شافه قبل موته باسبوع، فضل يقول انه عايز ياخد مكانه، انه هو الاصل وابوك هو الضل. قلت لها: يعني ايه ياخد مكانه؟ امي سكتت ودموعها نزلت. ابوك ما ماتش بالسكتة القلبية يا احمد. قلبي بدأ يدق بسرعة. الليلة اللي بعد كده قررت اني مش هنام في الأوضة. فضلت قاعد في الصالة مع امي، هي قعدت تقرأ قرآن وانا قاعد ادعي. بس الساعة كانت بتعدي ببطء، الوقت كان تقيل. الساعة كانت حوالي 2 الفجر. امي غلبها النوم ونامت على الكنبة.
أنا فضلت صاحي. سمعت صوت جاي من أوضتي، صوت زي حد بيمشي. خطوات بطيئة. قمت بهدوء وخدت سكينة من المطبخ. بصراحة ايديا كانت بتترعش، مكنتش عارف اتمالك نفسي. قربت من باب اوضتي، كان مقفول. الصوت كان لسه جوه. فتحت الباب ببطء. الأوضة كانت ضلمة، بس ضوء القمر كان داخل من الشباك. كان واقف قدام المراية، واقف بظهره ليا، لابس نفس هدومي، جسمه زي جسمي بالظبط. صوتي طلع بالعافية: انت عايز ايه؟ عايز ايه مني؟ ببطء شديد بدأ يلف وشه ليا. كان وشي بالظبط، كل التفاصيل. بس عينه كانت سودة خالص، ما فيهاش بياض، سودة زي الليل. قال لي بنفس صوتي: انا احمد. كان صوته زي صوتي بالظبط. قال لي: انت مين؟ ومشي خطوة ناحيتي. قال لي: انت الضل وانا الاصل. ومشي خطوة تانية ناحيتي وقال لي: جه وقتي. جريت بكل قوتي. سمعت خطوات ورايا. قربت من امي: ماما، ماما قومي. امي قامت بسرعة وشافت الرعب في عينيا. لفينا سوا. كان واقف في نص الصالة. امي بدأت تقرأ آية الكرسي بصوت عالي. بدأ يتراجع، وشه بدأ يتشوه. صرخ صرخة مش آدمية واختفى. من الليلة دي ما شفتهوش تاني، بس أنا عارف إنه لسه موجود. وكل ما أبص في المراية أحس إنه هناك بيستنى. كل ما أمشي في الشارع أحس بيه ورايا. أمي قالت لي إن القرين مش بيموت، هو معاك لحد آخر نفس. بس أنا خايف. مش خايف إنه يظهر تاني، أنا خايف إن أكون أنا اللي ظهرت. يمكن أنا الضل، ويمكن هو الأصل، ويمكن اللي بيكلمكم دلوقتي ده مش أحمد الحقيقي. لو شفتم أي حد شبهكم بالظبط بيبصلكم من بعيد، ما تقربوش منه، لأن ده معناه إن القرين بتاعكم قرر يظهر. سلام.